بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساحكم بكل خير أعزائي المستمعين أينما كنتم. راديو دارندوكا MS 19 مع صوت الشعب دارندوكا. السلام عليكم أستاذ حاري. عليكم السلام وأشكركم على الاستضافة راديو دارندوكا. تحية لك وتحية للمستمعين راديو دارندوكا. أولا نترحم على شهداء الوطن الحبيب وشهداء دارندوكا خصوصا، والشفاء عاجل للجوع والمصابين، وعودة حميمة للمفقودين. أستاذ حاري، طبعا ما يحدث في السودان أوضاع كارثية جدا، ولكن لما ننتقل إلى جغرافيا غرب دارفور، مدينة الجنينة، ولاية الجنينة المنسية، ولاية الجنينة المنكوبة، ما يجري في مدينة الجنينة لا يعلمها إلا الله. ما يحدث في الجنينة بالتحديدا؟ ما هي الشيء الذي أصيبت ولاية الجنينة؟ هناك أحداث كثيرة حدثت وما زال تحدث الآن، وأحداث حدثت في داخل الولاية وخرجت إلى المناطق الأخرى جوار المدينة، مثلا زي مرنة. ومرنة حاليا مكفية على أنظار وهناك برضو من أنظار المركز هناك نزوء كثير وقتل والتشريد والاغتصاب والنهب في مدينة المرنة. وكثير من الناس لا يتحدثون عن مدينة المرنة. المدينة المرنة وما يحصل يعني دي تطهير عرقي بالكلمة والجملة. وأيضا هناك إذا أردت أن تخرج إلى دولة التجارة أو محل آمن لازم تدفع قروش عشان تطلع من المدينة. مثلا تخرج من مدينة المرنة بتمشي إلى الدولة التجارة، وإذا ماشي إلى دولة التجارة حتى لا تأخذ أي خضوع منك. طيب يعني يحدث حاليا في مدينة المرنة. اوكي طيب. داخل مدينة. طيب ما منها الفائدة من الاغتصابات وقتل الأطفال وخاصة الذكور ويتركون النساء؟ ما منه الفائدة؟ بما يسمى بدعم الطريق، هم نحن بنسموهم في دارفور خصوصا بنسموهم جنجويد. هم جنجويد طزغة مغتصبين. هم جايين من دول المعجر، مثلا أكثر من 7 دولة متجمعين عليها، جايين يحتلوا الأراضي. يعني جايين يحتلوا الأراضي. ده احتلال للأراضي وتحقير وتطهير إرثي للقبيلة واحدة، يعني في قتل المساليد وقتل السكان الأصليين في المناطق، مثلا مرنة ومسترة وبيضة وحبيلة، وعندك مثلا كولبوس، مثلا في مناطق كثيرة برضو هجرت يعني. طيب طبعا يعني التحجير والقتل والاغتصابات والتشريد، فطبعا الحكومة المركز قايبة عنه تماما جدا، ولكن مؤخرا ظهر شيء لم يتوقع حكومة سودانية، ولكن ظهرت من قبل خبراء الأمريكان. ظهر فيديو من قوات المرتزق الميليشي يذبحنا شعب واحد، وهناك مقبرة جماعية 76 شخص. وهل يكون هل من الممكن يوجد أكثر من مقبرة أو 3؟ نعم بالتأكيد هناك أكثر من مجازر وأكثر من مغابر موجودة في ولاية غرب دارفور، مخفية عن الأنظار الناس، ولكن عندما تقتل الإنسان وتدفنه ولن يكفي عن الأنظار الناس. وهناك ظهرت مقبرة جماعية دفن فيها أكثر من 87 شخص، وعلى ما أعتقد هناك أكثر من المقابر أيام الجاية إن شاء الله بتنكشف عنهم، وانتهاكات ارتكبوها ما يسمى بالمرتزقة والجنجويد في مناطق الأخرى برضو في الدواعي بتاعت الجنينة. أستاذ حاري، الأحداث الجرى في مدينة جنينة أو عموما في دارفور، من يتحمل المسؤولية؟ هل الحكومة السودانية يتحمل المسؤولية أم يتحمل المسؤولية الشعب؟ بالخصوص ما جرى في جنينة وما يجري حاليا، أنا أحمله على 3 أصناف من الحكومة. أول يتحمل حكومة المركز ويتحمل المرتزقة ما يسمى بالجنجويد الدعم السريع، وأيضا يتحمل منظمات الحقوقية يعني المتحدة بما يحدث في أنظار المتحدة. المتحدة يعلم أنه يحدث وحدث في الجنين،
ولم يحرك ساكنا بما حدث في الجنينة. طيب أستاذ حاري، طبعا اليوم ربما حيكون صوت الشعب حيوصل المعلومات الدقيقة للشعب. هناك طبعا يعني المعسكرات منذ 2003، منذ 2003 كانت عديدة جدا ومعدودة المعسكرات. اليوم ازداد المعسكرات سوءا وازداد المعسكرات عددا. ما هي الأخبار في داخل المعسكرات والمخيمات اللجوء؟ هل هناك وضع مستقرة؟ هناك في معسكرات، خصوصا في معسكر عادرة، هناك وضع كارثي جدا. الصابين والجرحى والأطفال والنساء الذي شردت بدون أغذية، بدون ملابس، بدون طعام، وبدون مأوية، بدون علاج. وهناك معاصي بالمعنى والكلمة في مدينة أدرى. أكثر من 300,000 لاجئ. في بعض الأشخاص لم يلاقون علاج كافي، في بعض منهم لم يلاقون غذاء كافي، وأطفال فقدوا حتى الآن لم يتلقوا في بعض من الأطفال، وفي بعض من الشباب عمر 14 17، وفي بنات فقدوا لم يتلقوا حتى الآن. دي برضو يعني وضع كارثي جدا حاليا في ما يحدث في الولاية وما موجود في مغر اللجوء. طبعا نحن تحدثنا عن المعسكرات، وحسي حاليا في شهر 7 انه موسم الخريف وحتحتل الامطار. هل يوجد وعاء يحمي اللاجئين؟ بالنسبة للمياه وضع صعب جدا. هناك دولة تشاد حتى قامت بأوائل مثلا في واجبه في مدينة أدرى ما تقع في غرب ولاية جنينة. أيضا هناك وفي بعض المنظمات وقفوا عنهم، ولكن ليس كافي. عادات بالذات كل يوم بيجوا 2000-3000 من مناطق الجوار غير المدينة الجنينة. في هناك أكثر من 8 محليات وأكثر من 9 محافظات موجودة في الولاية. أهلهم كلهم شردوا، والنزول أكثر يعني كثرت في مدينة العذراء، والمنظمات لم توفر لهم كل الاحتياجات الموجودة في الولاية في مغاربة اللجوء. هناك وضع كارثي جدا يعني. أشكرك أستاذ حاري، الوقت يداهمنا، فأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يخفف الوجع لأهلنا في غرب دارفور وفي السودان، وربنا يرفع البلاء في بلادنا. والتحية لك أيضا، وأتمنى أنه تصل الرسالة لحكومة المركز. وما آخر الرسالة لحكومة السودانية؟ الرسالة الأخيرة أنا برسل لحكومة المركز لازم تتحرك حتى إعلاميا تتكلم عن في حادثة وما زال يحدث من ما يسمى بجنجويد، ما يسمى بدعم السريع المرتزقة، جايين من خارج الحدود ينتهكون ويقتلون ويحجرون الناس في أمومة دارفور وبخصوصا ولاية غرب دارفور. رسالتي تحصل إن شاء الله لحكومة المركز ما يسمى بالجيش بتقوم بواجبها، يعني على الأقل إعلاميا ممكن تظهر على العالم أنه في انتهاكات حصلت أما يحصل في الجنينة. تحياتي لك.